هلا متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم عندنا هذه فصال قطعة متزخمة، قياس تقريبا اكس لارج. هاي القطعة مترين ونص. فصلت الردانات حاليا هسه عنها. هذه القطعة 4 طبقات. راح اللي اقدر عليه اوثق لكم اياه. نعذروني ما عندي ستاند، كان عندي وانكسر، وإن شاء الله أوضح لكم. من طلبوا من عندي فصالات أوضح لهم. شوفوا حبايبي، هذه منطقة الصدر، من هنا لهنا 29 سنتي تقريبا، شبر و4 أصابع. هاي من هنا المناطق المفتوحة، القصة مالت الدشداشة ضمن ال4 طبقات من هنا. وهاي من هنا 17 سنتي أقل الشبر. راح نقصه مثلث، من هذا الدنبوس لهذا الدنبوس راح نقصه عدل مثلث. راح يصير هسه من أقصها حشوفكم إياها. شوفوا حبايبي فصلتها، قلنا من هنا 17 ومن هنا همتين. يعني منطقة الصدر تصير أكثر من منطقة الردان، فهذه ما راح نخليها هيك. هنا راح نفصل الصدر، نسحبها هيك ونفصلها. هسه من أسوي القياسات راح أقول لكم. شوف حبايبي، هسه قصة الأكتاف قصتها. أول قياس 40، بس أنا ضفت سنتيمين سويت 42. راح أقول لكم ليش أنا ضفت سنتيمين من أفصله للصدر. هنا شو نسوي؟ هاي مكان الردان، من هنا أقل الشبر، ومن هنا راح ناخذ 5 سنتيم حتى تكملة الردان نسويها مقوسة. هسه من أحفرها راح أشوفكم. شوف حبايبي، هاي فصلتها، قلت لكم 5 سنتيم. هذه هم فصلتها، سويت شوية بيها ميلان، شلون القرب بس شوية مو زايد قرب. هسه هنا أنا راح أحفر منطقة الرقبة، وبعدين أفصل الظهر، وبعدين أزيد الحفرة مالت الصدر. قبل لا أحفر مالت الصدر أكبسها اللاصق حتى تصير عندي عدلة، لأن إذا حفرتوها وما حطيتها لاصق راح يصير ميلان بيها. راح أحفرها وأشوفكم إياها. هاي وصلت الظهر، حفرتها 4 أصابع. راح النوب أسوي مالت الصدر وأشوفكم. شوفوا حبايبي، بعد ما كبست لها لاصق شوية أكويها من هنا حتى تصير عندكم عدلة بالفصال. حبايبي هذه حتى ما أنسى، هذه مالت الظهر، السنتيمين اللي ضفناهن بالبداية حفرتهن، يعني هسه صار عندنا هنا 40 مو 42. هذه مالت الظهر، بس هذه مالت الصدر لا، على حطيتها 42. وهسه راح أشوفكم الفصال. شوفوا هذا الحلو من يقعد ويسولف وياكم وأنا قاعدة دا أفصل. طبعا أنا أزعجتها وقعدتها. هاك يا قوتة داي. شوفوا حبايبي، هذه من هنا 4 أصابع، ومن هنا 14 سنتيم، يعني 4 سنتيمات ب14 سنتيم. هذه حفرة الصدر. سويت هسه أنا صارت عندنا قطعتين. شوفوا حبايبي، السنتيمين اللي قلت لكم عليها راح من أخلي تحشاه
نفس الوصلة أخلي تحشى من هنا، من أخيط. هسه أشوفكم إياها. راح أخليها هنا. شوفوا حبايبي، هيك. ايش راح يطلع عندكم؟ راح يطلع عندكم هنا الزيادة. أنا طبعا دا أفصل للمبتدئات اللي يريدن يتعلمن. هذه من تكمليها تحفريها راح تصير عندك 7، مو دائرية، 7 تحفريها. هنا سنتيمين وجوا عندنا سنتيمين، وصار عندنا هنا 40. شوف حبايبي، هذه فصلتها. هذه المنطقة اللي منعزلة هذه راح تصير كسرات، كسرات راح تصير. شوف حبايبي، كسرات ناعمة نسويها بالصدر وبالظهر. حبايبي نسيت أقول لكم الأكتاف من تحفروها شوية بعدين تنزلون تقريبا سنتيم حتى يصير ميلان بالكتف، ما يصير يضل عدل. وهنا أنا قصيت التحشى مالت الصدر، ها عندي قطعتين راح أخيطهم. شوف حبايب، بعد ما خيطتهن هاي الحشوة راح أقرب الخياط منهم لحد هنا حتى من أقلبها تصير عندنا عدلة. شوفوا حبايبي، هاي مشيت عليها كلها قرضتها شوية شوية، ما أصل الخياط، أصير بعيدة عن الخياط حتى ما تقطع عندي القماش. كلهن قرضتهن. شوف حبايبي، بعد ما كملته هاي من قلبته ثبته بالخياط بالماكينة، خيطته. هسه ثبتتهم بالدنابيس. هسه صار عندي هنا القياس 40 مثل ما ردته. شوف حبايبي، هاي السنتيمين. هنا أنا راح نخلي الدقم وراح استخدم هذا أبو العين. شوف حبايبي كلش حلو. وراح استخدم هذا الشي ناعم راح استخدمه، كلش حلو ناعم. بس راح نخيطها. شوف حبايبي، هاي أول مرحلة خليت هذا، راح أركب الجسم. يلا بعدين أستخدم هذا الثاني. شوف كلش حلو، حتى لا كاويته ولا أبد. أجا مسطرة حلوة. هاي بدل ما نخلي مسطرة، هي تقريبا صارت مثل المسطرة. نخلي هنا الدقم. حبايبي هاي جبنا الجسم. الحفرة اللي بالوسطى المثلث أجيبها هنا أخليها بالوسطى، وبعدين أكسرها صغار صغار. ما أمشي على طولها نهاية الصدر اللي سويناه، لا، راح يصير تقريبا هيك كسرات ناعمة. هذا الوسط مال الجسم. هنا أنا أخلي بالوسطى وأكسر صغار صغار. من أكسره راح أشوفكم إياه. هاي شوفوا حبايبي، بعد ما كسرت القماش، هاي من هنا مكان الردان الأبط، وهذه الكسرات بوسط الصدر صايرة. كسرات حلوة ناعمة. من تجين تكسرين هذه بهذا الاتجاه النص، والنص الثاني بهذا الاتجاه، لا كله صدديه هيك جهة واحدة. هاي بالوسط هاي الجهة، ومن تجين من هنا بهاي الوسط بهاي الجهة حتى تصير كسرات حلوة. هاي من الأمام شلون حلوة ناعمة. هاي بدون كوي. من تنكوز من هنا تكوين عطارة راح تصير كلش حلوة. راح أسوي من الظهر. شوفوا حبايبي، هاي الحشوة مالت الظهر أني أفصلها مثل الظهر. راح
راح أخيطها. يلا بعدين أشتغل الكسرات. شوفوا حبايبي، دائما يجي شذر بالقماش. الطريق مال الماكينة دائما وخريه، لأن مزعج بالماكينة، خاصة هاي المكاين الجديدة. إذا طفرت الجوزة جوا مزعجة، ما تقدرين تسويها أنت. اللي يعرفونهن المصلح. يلا أني تقريبا 3 مرات طفرت عندي الجوزة، نهائيا ما أعرف لها هذه الماكينة. مو مثل الماكينة أم الفراشة، لا. شي يصير بيها أنا أسويها. هاي المكاين صح حلوة بالخياط وسريعة، بس لكن إذا طفرت الجوزة مالتها فد مزعجة كلش. إلا تدقيق وبالمكبر يلا يقدرون يرجعون الجوزة. واللي يسألني عن الماكينة مالتي، أني ماكينتي إذا واضحة جاكي أخذتها من الشركة من بغداد، هي والتوصيل مالتها صارت 400. كلش حلوة. خلي أشوفكم الماطور. شوف حبايبي، هذا موتورها، وهاي شاشة رقمية. شوف حبايبي، هاي منطقة الظهر سوينا الكسرات. كل ما تسوي النعمات كل ما أحلى. شوف حبايبي، بعد ما ثبت الجسم، قلت لكم أثبت الجسم، يلا أخلي هذا. هسه أنا حاليا مثبته بالدنابيس. طبعا بالحقيقة أحلى. هنا هاي بالوسط، هاي منها 3 ومنها 3، وهنا راح تجي عندنا دقمة راح أثبته. والنوب أشوفكم شلون أطبق الجسم، الصدر على الظهر. شوف حبايبي، هذا عندي الظهر، هذا مالته القفا، يعني مو وجه الصحيح. هذا وجه الصحيح، وهذا الأمام الصدر، هذا وجه الصحيح. أطبق واحدة على واحدة صحيح، يصير عندي هذا الخلف وهذا الخلف. الوسطى اللي خليتها بالظهر. ايش راح أسوي؟ راح أثبتها وأرجع لكم. شوف قبل لا أخيطها، هاي الوسطى مالت الظهر تحشى، أجيب هذه مالت الصدر وأخليها على مالت الظهر، الوجه الصحيح، وحتى تقابل الثانية. أرجع هذه الوسطى مال الظهر صارت بالداخل، وأخيطها من هنا وأجي لهنا الكتف. وهسه طبق الجسم على جسم. هذه الحشوة مالت الظهر. من أكمل الدشداشة هنا بالأخير يلا أسويها. هسه راح نسوي الردانات. هنا راح نفصل الردانات. هاي عندي 2. حطيت الفيتة. راح أسوي الطول، لأن أنا راح أسويها لاستيك. راح أسويها 65 الطول ويا اللاستيك، لأن هي صاحبتها إيدها طويلة. لأن مو أي قياس، أنت هو عينك ميزانك، أكو 60، أكو أقل 60 الإيد. فأنا راح أسويها 65 ويا اللاستيك. راح أفصلها قدامكم راح تشوفون. شفتوا حبايبي، بعد ما فصلت الردان تقويسة، خليت بيها زيادة تقريبا 4 سنتيم. راح نسوي بالردان كسرات تقريبا 3 كسرات 4 كسرات.
هاي قرضتها من الوسط حتى تصير بالمكان الصحيح. هنا حبايبي راح استخدم هذا اللاستيك، هذا عرضه، وهنا راح اسوي البيت، وبعدين يلا اخلي اللاستيك تصير اني عندي احلى. شوف حبايبي بعد ما لبستها فأنتم بعد تتحكمون باللاستيك، تسحبونها وش قد ما تردوها تسووها. راح أثبتها ونرجع لكم. شوف حبايبي بعد ما ثبتتها كلش حلوة. هسه بلشنا نطبق من الردان ونخيط. أنا ثبتتها من هنا تقريبا مشيت عليها دربين 3 حتى ما تفتق. أنا دائما من أخيط أحب أخلي زيادة، دائما أخلي إصبعين زيادة أبد ما أنهي الخياط ويا القماش. أنا ليش أخلي إصبعين بالنهاية؟ لأن يفيد. يجوز بعد يعني صح أنا ماخذة قياسات، مرات الكتف شكل والجسم من جوا شكل، فأحسب حسابي أخلي بيه إصبعين عرض. مرات بنات يجيبن لي ملابس مخيطة مالاتهن مخيطاتني يعني غير خياطة، فعافية عرضي لنا إياها من أقلب القلبية أو الدشداشة، من أقلبها نهائيا ماكو أي مساحة مخلية عالطارف. زين أنا شلون أش أسوي لك؟ منين أعرض لك إياها إذا أنتي ناهيته كل الخياط ويا نهاية القماش؟ فمن تحبين تتعلمين الخياط دائما خلي قياس إصبعين نهاية القماش، جيبيه من الردان لحد نهاية القلبية أحسن لك، يعني نصيحة إلك. حتى خاف يعني من تخيطيها وصاحبتها تصير ضيقة عليها، أنت ما تخافين، مسيطرة عندك إصبعين زيادة تقدرين تطقيها وتعرضيها. شوف حبيبي بعد ما كملت الخياط الصباح منا ومنا، نجي قلت لكم هاي بالأخير نخيطها، هاي بعدين نحط لها دقمة. هسه شو نسوي؟ هسه شوفوا حاليا عندنا مثل المبوطة، نقلبها وهذين الحواف نقرضهن من البداية للنهاية أبد ما نقرب على الخياط. بعد ما قرضنا التحشاه مال الظهر، شوفوا هسه هاي عندي نهاية القماش ونهاية الكتف، أكفها كفة تقريبا أصبع وأمشي وياها دائرية، أحط إيدي منا وإيدي منا أكف وأخيط، أظل ثابتة إيدي منا هيجي، أظل ثابتتها
ومن هنا أكف وأخيط بحيث أمشي دائري ويا الوصلة. هاي بعد ما كملتها، هي كلش حلوة، بس أضربها بالأوتي. شوفوها عدلة. راح أسوي وياكم إنه الخبنة من جوا، راح أصفطها أرتبها وأشوفكم. وهنا بعد ما كملت الرقبة هسه طبقت الدشداشة طبقتين. هذا الظهر، وها هنا جوا الوجه. أريد أقصها قصة عدلة. أنا أريد الطول 135 والخبنة 5 سنتيم خلينا نقول. فآخذ من الكتف اللي جوا آخذ 140. هنا راح أقص الخبنة قصة عدلة. هسه مطبوقها طبقتين. وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح هسه هاي قصة عدلة أقص لكم الكلوشة الدبل. شوفوا أحبايب شلون قصة عدلة. هاي هنا 5 سنتيم راح نكفها. وإن شاء الله بالفيديو الجاي بالفصلات الجاية أقص لكم الكلوشة. هسه هاي قصة عدلة. وهنا كملت دشداشتنا. شوفوا ايش قد حلوة. إن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله الشرح واضح. هذا اللاستيك. واعذروني حبايبي سويت الجيب. هذا سحلة جيب رجالي ونسيت أصور لكم. إن شاء الله من أسوي النوب دشداشهم الزخمة راح أعلمكم شلون تخلون الجيب. وقبل لا أنهي الفيديو أحب أشكر كل من دخل قناتي ووصلت 1000 مشترك. وإن شاء الله بوجودكم وبجهودكم نوصل أكثر وأكثر. ولا تنسونا باللايك والاشتراك. مع ألف سلامة.